طيب احنا لو جينا بصينا على جودة اللعيبة، يعني مثلا محمد صلاح ما شاء الله بياكل الاخضر واليابس في ليفربول، مرموش ما شاء الله مع السيتي، وغيرهم كجودة لعيبة ما شاء الله كويسين. ليه ده ما بينعكسش في البطولات؟ بمعنى صح احنا ليه مثلا لما نروح كاس عالم ما نعملش زي المغرب زي ما حضرتك بتقول، يعني ننافس مثلا على ثالث عالم ولا رابع عالم حتى زي المغرب، ولا حتى نطلع منتخب او اتنين كبار؟ ليه دايما بيكون في تمثيل مشرف وخلص الموضوع على كده؟ يعني رضا عبد العال قال لك مش هنكسب ماتش. ما هو فعلا ما كسبناش، وكلامك أيوة صح بالظبط. ما هو الفكره ان انت منتخب المغرب كان بيلعب بلاعب واحد. لا المنتخب يعني لو افترضنا مثلا ان كان احسن لاعب في المغرب في المنتخب في المونديال كان حكيم زياش، شيل حكيم زياش من المنتخب هيلعب هيكمل برضه. ايوه لكن انت لو شلت صلاح لا المنتخب هيقع. شكرا. فاهمني؟ فهو مش بيلعب لوحده. هل انت بتوفر له كل حاجه يا راجل؟ ده في 2015 انا فاكر ضياء السيد كان بيحكي بيقول ما كانش فيه تيشيرتات للعيبه في المنتخب، فاتصلنا بصلاح جاب تيشيرتات على حسابه للمنتخب. فانت موفر له ايه اصلا؟ وينفع يعني انت موفر له ايه او مجهز له ايه عشان يؤدي لك الاداء اللي بيأديه في ليفربول؟ ده اللي هو ابسط شيء. يعني ما طب احنا ما الراجل كان في مره كان نايم في معسكر المنتخب ولقى واحد دخل عليه الاوضه بيقول انا عايز اتصور معاك وهو نايم. يعني هو بياخد راحته بس عشان خاطر يقدر يكمل تدريبات، فهو نايم لقى واحد دخل عليه بيقول له انا عايز اتصور معاك سيلفي. اداره المنتخب مش احسن حاجه. فانا بقول لك لا، يعني مش قصه ان هو فرق كواليتي، لا ده انت موفر له ايه.